ازاي تعرف ترسم فانوس؟ بطريقه بسيطه جدا. اول حاجه ادي العلاقه بتاعته اللي بنمسكها من فوق دي، وبعد كده شكل بسيط جدا زي نص دايره. بعد كده جسم الفانوس نفسه هنرسمه خطين كده ينزلوا لتحت علشان يقابل نص دايره تانية تحت بالطريقه دي. بعد كده نعمل له كمان قاعده تحت. عاوز بقى تزود فيها تفاصيل، بس احنا بقى لازم نزود عينين وبق للشخصيه. ادي العينين وادي البق بيضحك ومبتسم وسعيد، وادي الحواجب كمان. عاوز ترسم فانوس تاني بشكل تاني غير النص دايرة، تعالى مثلا نرسم بالطريقة دي. نعمل زي مثلث وبرضو العليقة بتاعته من فوق، وننزل بجسم الفانوس وننزل على شكل زي شبه منحرف بالطريقة دي كده. تعالى نخلي الفانوس ده بقى زعلان مش فرحان زي ده. هنرسم ادي العينين، ولكن حركة الحواجب هتبقى مختلفة عن دي، وادي المناخير وادي البق هيبقى نازل لتحت. ممكن نزود له دمعة كمان. تعال نرسم فانوس بشكل مختلف كمان، زي شبه منحرف من فوق وشبه منحرف كمان فوق، وادي العليقة بتاعته من فوق. وبعد كده ممكن نعمل زي نص دايرة أو شكل بيضاوي، وبعد كده قاعدة الفانوس من تحت زي نص دايرة كده من تحت، وهنقفلها ونعمل الفانوس ده متعصب. هنرسم برضو العينين عادي جدا جنب بعض، ولكن حركة الحواجب مختلفة، وادي المناخير وادي حركة البق وهو بيتكلم متعصب جدا. اي تفاصيل هتزودها هتفرق جدا في الشكل. تعال نرسم بقى فانوس عمل حركة. هنعمل ايه؟ مش هنخليه بقى واقف لفوق كده، لا هنخليه جاي بميلان. هنرسم ادي الجسم من فوق زي النص دايرة اللي احنا قلنا عليها، وادي نص دايرة كمان، ونعمله العلاقة من فوق. ولكن الجسم بقى مش هينزل بشكل مستقيم زي كده، لا هينزل بنفس ايه الكيرفات دي كده، وكأنه بيجري خايف من حاجة. ممكن نعمل له دراع كمان، مادي دراعه ومنطلق. تيجي نرسم فانوس نايم. بيحلم أحلام سعيدة.